قبل 9 شهور تقريبا وعلى عشاء خاص في مدينة الرياض كان موجود مجموعة من الإعلاميين والأكاديميين من اليمن ومن الخليج، وكان الفريق علي محسن موجود، وكان السؤال المحوري اللي تمحور عليه الحديث في هذا العشاء: لماذا تأخر الحسم العسكري في اليمن؟ وغالبا في مثل هذه الأجواء تكون المجاملات هي اللغة السائدة. أحد الحضور وجه لي سؤال، قال: نبي رأيك. كان رأيي واضح وصريح أن اختلاف الحلفاء على مستقبل اليمن بعد الحوثي وعلي عبد الله صالح هو أحد أسباب تأخر الحل العسكري. وكي يهذب المعنى أو يكون المصطلح دقيق، قلت أن هناك اختلاف وليس خلاف، ليس بالضرورة أن يكون خلاف. الإمارات تريد يمنين والسعودية تريد يمن واحد. الإمارات في المقابل لا تريد حزب الإصلاح. السعودية ليس لديها مانع في التعامل مع حزب الإصلاح على الأرض اليمنية. لما انهيت كلامي قال علي محسن: هذا الكلام هو الحقيقة التي لا نستطيع أن نقولها في وسائل الإعلام، ما قلت هو الحقيقة. وعلي محسن حي يرزق، وأيضا الحضور في ذلك اليوم موجودين، وأعتقد أنهم يتابعون سناباتي على الأقل أغلبهم. هذا الكلام صار له 9 شهور، يعني مو اليوم أو أمس أو قبل أمس بعد ما تكشفت بعض الأمور وبعض الحقائق. هذا الكلام قبل 9 شهور تقريبا. ولعل السبب الرئيسي في اختلاف وجهات النظر السياسية حول مستقبل اليمن بين الحلفاء هي في وجائية الحرب. السعودية دخلت الحرب مضطرة لحماية اليمن، بمعنى أنها كانت في سباق مع الزمن لحماية مصالحها والحفاظ على اليمن من التمدد الحوثي، فبالتالي لم يكن هناك مجال للتفكير أكثر في المستقبل. والحرب في اليمن حالها حال أي حرب في أي بقعة في الأرض، يكون فيها أخطاء، يكون فيها مستجدات، يكون فيها أحداث طارئة. اليوم قد تكون الأوضاع مختلفة، وقد يكون الحسم أقرب منه من أي وقت مضى، يعني خصوصا بعد المستجدات على مستوى الإقليم إثر الانقلاب الفاشل. لأنكم لو لاحظتوا بعد فشل الانقلاب في تركيا صارت هناك أحداث متسارعة على مستوى المنطقة، ويجب أن تستغل السعودية هذا الأمر. وزيارة كيري الأخيرة للمملكة تؤكد مثل هذا التوجه، أن هناك حل قادم للملف اليمني من قبل السعودية. والأمر الواضح أن السعودية حسمت أمرها: لا يمنين، هناك يمن واحدة فقط. لا وجود للحوثي في العملية السياسية إن لم ينزع سلاحه، والانسحاب خارج المدن والاندماج في العملية السياسية كمكون يمني بلا سلاح. ومن أهم المعوقات التي أدت أيضا إلى تأخر الحل العسكري هي أن هذه الحرب تمت في العهد الديمقراطي في الإدارة الأمريكية، وهناك ربما تغيير في الإدارة الأمريكية إذا جاء الجمهوريون في الانتخابات الرئاسية المقبلة، لأن الحزب الجمهوري صديق للخليج ويهتم بالسياسات الخارجية، عكس الديمقراطيين الذين يهتمون بالسياسات الداخلية والاقتصاد والبطالة والخدمات. إضافة إلى أن الجمهوريين أغلب رموز الجمهوريين هم رؤساء شركات نفطية ولهم علاقات جيدة مع دول الخليج. وعلى السعودية أن تدرك حقيقة في الأرض اليمنية، وهي أن رجال الحرب في اليمن ليس بالضرورة أن يكونوا مع أكثر من يدفع، بل مع آخر من يدفع. وعلى السعودية أيضا أن تدرك أنه في حال قيام يمنين سيكون هناك يمن جنوبي منتعش اقتصاديا، ويمن شمالي مرتع للقاعدة وللحوثيين. والسعودية هي الدولة الوحيدة في دول التحالف التي لها حدود مباشرة مع اليمن، من هنا يجب أن يكون الخيار سعودي بحت. وعلى السعودية أيضا أن تدرك أن بقاء الحوثي بأسلحته في اليمن هو نسخة مصغرة من حزب الله في لبنان، هكذا سيكون الوضع. لذلك ومن هذا المنطلق يجب أن يكون خيار الحل في اليمن هو خيار سعودي بحت. وعلى السعودية أن تدرك أيضا أمر مهم، وهو أن البعض يحاول أن يجر السعودية إلى حرب استنزاف طويلة في اليمن، وهذا أمر مهم يجب الانتباه إليه. الحرب في اليمن وبعد أن تقاطع الحل العسكري مع الحل السياسي لا شك أنها دخلت مرحلة جديدة وبحاجة إلى تفكير واستراتيجية جديدة. أهم من ذلك أن نكون قد استخلصنا العبر من هذه الحرب، وأهم عبرة في هذه الحرب أن على دول الخليج أن تستثمر في الشعوب لا في القيادات والرؤساء. فالشعوب هي الباقية والرؤساء زائلون. حفظ الله المملكة وحفظ الكويت ودول الخليج وحفظ اليمن أيضا من كل شر.